السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. منورينا يا جماعة، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعرف كده على كلب جديد ونشوف الكلب ده مشاكله إيه، ونقابل صاحبه ونتعرف عليه ونشوف بيعاني من إيه مع الكلب ده. طبعا الكلب ده كلب جيرمان اسمه ماكس. ماكس من محافظة البحيرة، تحديدا كده بعد مركز ابو المقامير. طبعا من الناس العرب الحلوين طبعا الجميله اللي متابعانا على اليوتيوب. ماكس جالنا النهارده علشان ياخد كورس طاعه وحراسه، وصاحبه هيقول لنا دلوقتي ايه المشاكل اللي بيقابلها مع ماكس، ونشوف ايه اخباره في الطاعه والحراسه في البيت، ويا ترى الكلب شغله ايه، والعمل اللي بيقوم بيه في البيت هو عباره عن ايه. تمام، هنتعرف عليه دلوقتي ونشوف الاستاذ محمد صاحب ماكس، تمام، او الاستاذ رجب طبعا صاحب ماكس، ونتعرف عليه ونشوف رايه في الموضوع ده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت نورتنا النهارده، ده بنورك حضرتك. وده شرف لينا ان انت تنورنا في المكان النهارده. حبيبي ربنا الاول كده احلى تحيه طبعا لاهل البحيره كلهم على راسي وعرب البحيره كله. حبيبي يا محترم. استاذ رجب صح؟ استاذ رياض. نورتنا وشرفتنا. حبيبي يا باشا. اشمعنى هنا عند ابو نور بس؟ عايزين الصراحه بقى. والله عارف ان العرب ما لا بيحودوش في الكلام. ما عندناش احنا ان احنا حبيب قلبي حبيب قلبي. والله انا متابع حضرتك من فتره كبيره يعني. ولاقي مصداقيه في كل تدريب، وكل اللي يجوا ناس قريبين مني يعني جم عندك، ولا في تغير جامد وفي ثبات على اللي هو بياخد التدريب. سألت عننا قبل ما تيجي تتدرب هنا يا باشا اسم حضرتك على اليوتيوب حبيب قلبي. يغنى نسأل يعني. حبيب قلبي، شفت الشغل اللي احنا بنعمله علشان تفكر ان انت تدرب كلبك؟ يعني شفت حاجات لفتت نظرك؟ اكيد شفت حاجات كتير، التعامل مع الحيوان، التعامل مع ازاي ان انا نغير من اسلوب الحياة دي كلها. انا متابع حضرتك فيها، وده اللي عجبتني ان انا نجيب، لان انا كشخصي كنت بنقدم قاسي على الكلب ده يعني. كان في ناس بتضرب وناس بتيجي غيري تتدرب، كان بيأذوه. وصل لمرحله ان هي شخصيته ما عادش معدومه، ما فيش. حاولت معاه يعني قبل كده؟ حاولت معاه بس من خوفه من العصايه، خوفه من البشر عموم، كانت واخد خلفيه وحشه. فعشان كده قررت ان انا اجيب عند ابو نور عشان خاطر يغير لي الحيوان اللي المفترض ان هو يمسك حراسه على مزرعه، يا دوبك على الوضع اللي هو وصل له مش قادر يحرس نفسه. تمام. ايه المشاكل اللي انت قابلتها معاه طول فتره تربيته عندك في البيت؟ المشاكل اللي انا قابلتها منه يعني الطاعه قدام منك كده مفيش خالص يعني. اقعد يقعد، سد مكانك، ما تلعبش تدير خطوتين وتلاقيه في ظهرك من ورا. يقوم ما بيكملش الاوامر، ما بيكملش. هو قاعد ماشي، بعدها بدقيقتين ما تلاقوش، تلاقي اللي ورا منك. ينزل على طول لا مؤاخذه. طب بالنسبه للشراسه او حراسه المكان اللي هو موجود فيه؟ لا مش موجوده خالص. لا مش موجوده خالص. مربيه من هو قد ايه يا استاذ؟ من عمره 40 يوم. وهو عنده 40 يوم؟ هو عنده 40 يوم. ليه فكره تربيه الكلب؟ يعني ربيته ليه؟ ايه السبب اللي جالك في دماغك كده قلت نربي كلب؟ انا في البدايه كنت واخدها هوايه. كتربيه في البدايه كنت واخدها هوايه كده، نخش عند اصدقائي بنلاقي حاجات محترمه بالنسبه للكلاب. عشان كده جا قدام مني، خدت انا قلت ناخد فكره ان انا نربي الحيوان ده، نشوف الشكر بيقولوا حيوان اليف، انا عايز اجربه، مع اني كان بنخاف منهم. حبيت تعمل تجربه؟ انا كنت بنخاف منهم. وجبت ده يعني من كتر وفائه وصلني لمرحله ان انا بقيت مهتم بيه يمكن عن ولادي في البيت. ربنا يبارك لك فيه يا رب. انت قلت لي ان اهل البيت متعلقين بيه جدا. متعلقين بيه من وفائه. متعلقين بيه عشان وفائه. مخلص. عشان برضو ما اهل البيت ما بيجي لهمش، مش عايز حد يقرب منهم. مخلص جدا، مخلص جدا جدا. ربنا يبارك لك فيه يا رب. اللهم في مشاكل تانية قابلتها معاه غير الطاعه والحراسه؟ الطاعه والحراسه ممكن لو انا مش رابطه، هو على طول مطلوب.
ما بيخليش حاجه قدام الباب، قدام البيبان الشقق ما بيخليش، بيقطع ويشد لا سجاد ولا. عامل ايه؟ هو عامل ايه مع الجزم اللي قدام باب الشقق؟ ما فيش يعني. بياخدها ويهرب. لو سبتها ساعه ترجع تروح تشتري واحده ثانيه على طول. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ما هو اللي بيربي بقى حاجه زي كده لازم يستحمل. والله مكلفني كلفه جامده. جزم كتير. مش ليا، انا عارف اللي فيه. ايوه هو بيروح وأنا يعمل مع داخل الناس وانت ناخد- بتحاول ترضي. نحطهم عندي لا مؤاخذه على الجزامه اللي هم بتوعي. ايوه لو جاني واحد صاحب لازم قبل ما اروح نروح نشتري له غيره. يا نهار ابيض. طب انا هنعمل ايه طيب؟ نروح الناس من عند حفيش. ما هنقول لحضرتك ليه في الفكره ديت اغلب الكلاب بتعملها، واغلب اصحاب الكلاب ما بياخدوش بالهم من الموضوع ده. تمام. اغلب الناس بتعاني، بتقول الكلب بيسرق الجزم من على الباب. لما بيكون عندي كلب انا طلقه في البيت او حاجه زي كده وحد بيجي لي بيسرق، بيصمم ان هو يسرق جزمه الشخص اللي جاي، يعني ممكن يسيب جزمتي انا فعلا بيسيبها. طبعا هو الكلب الفكره كلها عنده ان هو ما عرفش يكمل حاسه الشم بتاعته في الشخص اللي داخل. تمام. يعني في مثلا دخل عندك مثلا ابو نور في بيتك، فهو مش ما عرفش يشم ابو نور كويس وهو داخل. تمام. فيعمل ايه؟ ياخد الجزمه بتاعت ابو نور، تمام، ويروح يطلع غله اللي هو ما قدرش يعمله في حاسه الشم بتاعته. تمام. ياخد الجزمه دي ويبعد بيها بعيد، يا اما يسيبها يا اما يقعد يلعب بقى يقطعها. طبعا بيبدا ان هو يستغل الفرصه بكده. هو ما بيسيبهاش، الله وكيل يا كابتن. هو فالمفروض احنا بننادي على الناس اللي بتربي كلاب عندها المشكله ديت، ان يفضل ان الكلب اللي زي كده يتربط. تمام. لان الكلب اللي زي كده بيكون عنده حاجه اسمها حب تعارف، عايز يعرف الشخص اللي داخل ايه او عايز يعرف ريحته. تمام. فبيبدا من هنا ان هو يسرق الجزمه بتاعته او يسرق الحاجه اللي بيلبسها في رجله، تمام، عشان يتعرف بيها عن طريقه. تمام. فطبعا ده باذن الله هيتغير، لان الكلب هيتعود على الربطه بعد كده. تمام. والشراسه هي مبداها رباط الكلب. تمام. في اي حاجه تانية مشاكل صحيه قابلتها معاه؟ مشاكل صحيه ان انا بنشوف من نفس النوعيات في الجسم والطول اضخم. وانا عشان خاطر اول مره اربي مش واصله لي الفكره. هو موضوع الجسم والطول والحاجات دي بتكون عباره عن الاهالي بتاعت الكلب هي اللي بتقرر جسمه هيكون ايه. تمام. يعني طول ما الكلب مثلا اهاليه جسمهم طويل وسرح، فالابن بيطلع زي اهاليه. ما فعلا انا بقول لك المعلومات اللي انا معلش انت راجل مجالك كله في الحاجه دي، انا بنقول لك على الحاجات اللي انا ما عنديش وعي فيها. تمام. عشان تبقى بسرعه فيها. بتوكلوا ايه يا استاذ رجل؟ والله انا كنت بناكل هياكل. مستوي ولا ني؟ لا ني، من يوم ما جبته وانا ني. كنت بنديله في اليوم 2 كيلو. سمعت حلقه لحضرتك مع الشخص بتاع اسكندريه بتاع البحر. لما انت خلطت العيش مع الهياكل. من يوميها ابتديت ان انا نديله نص كيلو مع رغيفين عيش وبياكل. قلبت له. ما كلش اول مره. جوعته. ما اكلتوش لا صبح ولا مغرب. تمام. جيت له تاني يوم الصبح. اديته وكبرت له الكميه شويه، لا كلب. ابتدى ياكل، لا ابتديت شغال معاه عيش وهياكل عيش وهياكل الرجول والروس. واضح هو كمان جسمه واضح في الاكل الني. ربنا يبارك لك فيه يا رب وفي الزياده دايما. وانت نورتنا النهارده وشرف لينا ان احنا نقابل حضرتك. الشرف لينا ان احنا نقابل شخصيه محترمه زيك. تحيه للبحيره واهل البحيره كلهم واهل ابو المطامير طبعا. ربنا وعرب البحيره. انت شرفتنا يا باشا وده شرف لينا. في اي حاجه تانية عايز تقولها لنا قبل ما ننهي الحلقه؟ والله يا كابتن اللي انا عايز نقوله لك ان انا يعني جاي لابو نور من كتر ممارستي على النت، ما شفتش يوم من الايام حلقه واحد بيذم في حقك في كده. حبيبي اللي دخلوا عندك، انما الخارج انا ما حبيبي. لا اكيد زي مالك حبيب ليك. فانا جاي لابو نور بثقه وبثقه تامه. لا هو في ناس ساعات بتذم وفي ناس بتتكلم، بس طبعا احنا ماشيين تحت قانون ايه؟ الناس القديمه اللي بتقول زي مالك حبيب ليك الف عدو. فعلا. وطبعا اكيد الشجره المثمره تحذفها الناس بالحجاره. فعلا. فاهمني؟ فالحمد لله. بس احنا طبعا كنا زمان بناخد من الكلام ده، حتى انت اول ما دخلت بسني بتقول انت ما بتتعصبش ليه دلوقتي يا ابو نور؟ فعلا. الحمد لله. احنا زمان كنا بنزعل من كلام الناس او بنتعصب لكلام الناس، لكن انا رديت عليك رد مقنع من شويه، قلت لك دلوقتي لا الفقر بيزعل الناس ولا الفلوس بتزعل الناس ولا الحيوانات دي بتزعل الناس. الحاجه الوحيده اللي بتزعل الناس هي الناس. فعلا. فطبعا خلاص ما عدناش بناخد بالكلام ده، ما عادش يفرق معانا مين يكون معانا ومين يتكلم علينا ومين الكلام ده كله. الحمد لله احنا عارفين مستوانا ايه، احنا عارفين شغلنا ايه، احنا عارفين قيمتنا ايه.
واللي احنا وصلنا له الحمد لله ومحبه الناس. يعني مش هنيجي النهارده لما مثلا يكون بيحبني مليون نبص لواحد بقى مثلا بيكرهني وبيتكلم عني، فمش هيجي حاجه قصاد المليون اللي لو بيحبني. انا جاي لك، انا جاي لشخص عن ثقه وعن تجارب انا رأيتها بعيني. يعني انا مش جاي حبيب قلبي. كتجربه. انا لو جاي كتجربه بصراحه انا مش جاي. حبيب قلبي انا حبيب جاي قلبي، ربنا لشخص عن يبارك لك، ثقه. وانت نورتنا النهارده وده شرف لينا. ربنا يوسع عليك تحياتي ويزيدك. ليكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا. هنبدا نشتغل مع ماكسي باذن الله، واتفقنا مع الاستاذ رجب ان احنا هنبعت له مقاطع فيديو كمان ان هو كمان يشوف الكلب بيتغير ازاي، وكمان مقاطع يحتفظ بيها لنفسه ان هو يشوفها. المقاطع دي مش هنستخسرها فيكم، وهننزلها لكم على اليوتيوب وعلى كواي وعلى مواقعنا على الفيسبوك علشان تشوفوا ازاي الكلب بيتغير من مرحله لمرحله ثانيه خالص، وبيكون الكلب مؤهل للحراسه وسماع الامر. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل متابعينا، مليون مسا عليكم، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.